مساء الفل شباب تانية ثانوي. في الفيديو ده نكمل حل على لسنة تشارلز لو بالتحديد شيت 17، وحلينا الفيديو اللي فات في شيت 16 الأسئلة الأسهل منه. خلينا أفكرك إن في بلاي ليست موجودة في الديسكريبشن فيها حل كل أسئلة الهومورك، ولو عايز أي شرح بالتفصيل هتلاقيه على لينك الويب سايت بتاعنا اللي موجود برضه في الديسكريبشن مع رقم الأسيستنت للتواصل والاستفسار عن أي شيء. دلوقتي أول سؤال بيقول لي if the temperature of a gas is increased by 10 degrees Celsius then this rise in temperature on the Kelvin scale equals. الزيادة في السليزيوس هي الزيادة في الكلفن، مش هتختلف أي حاجة، هتبقى 10 كلفن، فالأنسر هتبقى نمبر A. في السؤال ده هنطلع رول جديد، هو مش رول جديد، هي حاجة بس منطقية المفروض انت تكون عارف. تعالى كده نشوف السؤال بيقول ايه. The temperature of a gas is increased from 37 degrees Celsius ل 192 degrees Celsius. فده التمبريتشر الأولاني وده التمبريتشر التاني، بس ده بسليزيوس فهنحوله للكلفن. فبالتالي ال T1 هتبقى 37 plus 273 اللي هتكون 310 degree كلفن، ده ال T1. وبالنسبة لل T2 هتبقى 192 plus 273 اللي هتبقى 465 degree كلفن. فأنا كده معايا ال T1 وال T2، يعني أنا معايا الاتنين دول، فناقص لي ال V1 وال V2. طيب تعال نكمل كده. بعد كده قال لك if the pressure أو sorry if the volume of a gas at 37 degrees Celsius is VOL. يبقى أنا من هنا أقدر أقول إن الفوليوم الأولاني اسمه V. طيب هو بقى عايز يحسب إيه؟ then the change in volume، هو عايز اللي change in volume ده بكام؟ طيب إيه اللي change in volume ده أساسا وبيتحسب إزاي؟ تعال نشرحها كده. لو أنا دلوقتي عندي كونتينر بالشكل ده، الفوليوم بتاع الجاز ده ممكن نسميه V1 وأقول إن هو مثلا ب 100 سنتيمتر كيوب مثلا يعني. طيب لو أنا جيت سخنت هنا زودت التمبريتشر، الفوليوم ده يحصل له إيه؟ هيزيد، فبالتالي هنضيف عليه شوية تانيين بالشكل ده، فالفوليوم الجديد ده كله أقدر أسميه V2 مثلا، وخلينا نقول 120. يبقى الفرق ما بينهم اللي تشينج في الفوليوم، الزيادة في الفوليوم ده اللي أنا بقدر أسميها مين بقى؟ دلتا في. فبناء عليه الدلتا في دي هتبقى بكام؟ هعمل 120 الفوليوم الجديد ماينس الفوليوم القديم ماينس 100 اللي هتبقى 20، فالدلتا في هتبقى ب 20. فبالتالي لو أنا عايز أحسب الدلتا في أقدر أقول إنها V2 ماينس V1. تمام، يبقى ده كده بالنسبة لحساب الدلتا في، وده الرول اللي احنا نستخدمه. طيب ممكن الرول ده يبقى ليه أشكال تانية، يعني إيه؟ لو أنا عايز ال V2 بس، لو أنا عايز ال 120 دي أقدر أعمل إيه؟ 100 plus 20، يعني أقدر أقول إن ال V2 هتبقى equal V1 plus 20 أو سوري plus دلتا V، وده برضو ممكن أستخدمه. يبقى ممكن أقول إن ال V2 equal V1 plus دلتا V. وحاجة تانية لو أنا عايز ال V1 بقى، طيب لو احنا عايزين ال V1 اللي هي 100 أقدر أعمل إن ال V2 minus دلتا V، فنفس الفكرة ال V1 هتبقى V2 minus دلتا V. فالرول ده هو شكل من أشكال الدلتا V، ممكن نستخدم ده أو ده أو ده، وهنعرف بقى في كل بروبلم هنستخدم مين فيهم وعلى حسب إيه. بس تعالى بقى نشوف هنا طالب مني إيه. هو هنا طالب اللي تشينج في الفوليوم. يعني إيه اللي تشينج في الفوليوم؟ يعني هو عايز مني الدلتا في نفسها بقت بإيه. تمام، تعالى بقى نشيل الأرقام دي عشان ما تلخبطكش. فهو كان ليه V1 و V2 وأكيد هيبقى عنده دلتا في. الرول بقى اللي أنا بعوض بيه اللي هو مين؟ اللي هو ده، اللي أنا أقدر أقول إن هو V1 divided V2 equals T1 divided T2. فمن هنا V1 divided V2 equal ال T1 وال T2 اللي هي 310 divided 465 اللي هتطلع 2 over 3. طيب يبقى أنا كده أقدر أقول إن V1 divided V2 equal 2 over 3. إحنا بقى عايزين نجيب مين؟ الدلتا V. طيب بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للV اللي هي اسمها إيه؟ V1. طيب فأنا أقدر أشيل بقى مين وأسيب مين؟ هل أشيل ال V1 ولا أشيل ال V2؟ إحنا عايزين نحط دلتا V، فأنا ممكن أحطها بدل ده أو بدل ده، بس الفكرة مين اللي لازم يفضل؟ ال V1 اللي هو ال V، فده هيفضل زي ما هو. فأنا أقدر أشيل ال V2 وأحط مكانها إيه؟
V1 plus دلتا V، فهتكون بالشكل ده. ال V1 هتبقى V divided ال V2 اللي هي مين؟ V1 plus دلتا V، أو بمعنى أدق مش V1 اللي هي بقت V خلاص، equals 2 over 3. فمن هنا أقدر أعمل إيه؟ cross multiplication، يعني هتكون بالشكل ده، تبقى 3V equal ال 2 هتتضرب في ده مرة وده مرة، هتبقى equal 2V plus 2 دلتا V. فمن هنا أقدر أعمل إيه بقى؟ ال 2V دي هتروح الناحية التانية بالماينس، تبقى 3V minus 2V هتبقى V. ال V equal هتبقى، أو ال V equal 2 دلتا V. فلو احنا عايزين بقى نجيب الدلتا V بس، هتبقى عبارة عن إيه؟ V divided 2، فهيبقى الفوليوم الأساسي divided 2، ودي الأنسر اللي احنا عايزينها. يبقى اللي تشينج في الفوليوم هيبقى هاف الفوليوم الأساسي، فالأنسر هتبقى نمبر سي، فوليوم divided 2. هناخد بالنا إن الرول ده هو الأساس، بس الفكرة في استخدام الدلتا في وإزاي نعمل كروس مالتيبليكيشن وأعوض عنها مكان مين. السؤال ده بيقول لي إيه؟ علشان هنستخدم رول مشتق من الرول ده، لأن ده بقى خلاص أساسي معانا في كل الرولز اللي جاي. هو بيقول لي an opened metal can contains a certain volume V1، يبقى ده الفوليوم بتاع الكان، فالفوليوم أو ال V1 هنسميه هنا V. تمام. of an air temperature 298 كلفن، يبقى ده ال T1 298 كلفن. تمام. when the can is heated to temperature 343، فده التمبريتشر التانية أو ال T2 كلفن برضو. بص قال لك ايه؟ a volume of 9.06 of air is leaked from the can. leaked يعني إيه؟ خرج. بمعنى لو احنا عندنا ده الكان، فالفوليوم بتاعه اسمه V، لما سخنا في جزء اللي هو 9.06 اللي خرج، ف 9.06 ده الدلتا V، الجزء اللي خرج. تمام، مش الفوليوم الجديد، فده الدلتا V equal 9.06 is leaked from the can by ignoring the expansion of the can، لأن طبيعي الكان نفسه بما إنه ميتال لما احنا سخنا الكان نفسه هيتمدد، بس ده هنجلكته يعني. then at constant pressure the value of V، احنا عايزين ال value بتاعة ال V الأولانية. طيب هنستخدم الرول بتاعنا V1 divided V2 equals T1 divided T2. طيب من هنا نقدر بقى نثبت مين ونشيل مين. ال V1 كده كده أنا عايزها اللي هي ال V. طب هل ال V2 ده أنا عايزها؟ لأ مش عايزها، أنا عايز منها الزيادة في الفوليوم اللي هو الدلتا V. طيب من هنا لو أنا عايز أجيب ال V2 هعمل إيه؟ كل اللي أنا هعمله هودي ال V1 الناحية التانية، فهتبقى ال V2 equals V1 plus دلتا V، وده اللي أنا هستخدمه بدل ال V2. يعني تعالى كده نعوض في الرول بتاعنا. ال V1 هينزل V زي ما هو divided، بدل ما اكتب V2 انا اكتب V plus دلتا V equals T1 divided T2، يعني ده divided ده، يبقى 298 divided 343. من هنا اقدر اعمل ايه بقى؟ cross multiplication، هيبقى ده في ده وده في الاتنين دول. بس قبل ما اعمل cross multiplication هقدر اشيل الفاليو بتاعت الدلتا V واحط مكانها 9.06، يعني هتبقى V divided V plus 9.06 equal 298 divided 343. نعمل بقى cross multiplication، هتبقى 343V equal 298 V plus 298 times 9.06 هتطلع 2699.88. يبقى من هنا نقدر نجيب بقى الفاليو بتاعت ال V ازاي؟ ده هيروح الناحية التانية بالماينس، يبقى ده ماينس ده، هتطلع 45V equals الرقم الكبير ده 2699.88. يبقى احنا من هنا لو عايزين ال V بس هنعمل ايه؟ هيبقى ده divided ده، فال V هتطلع 59.99 اللي هي approximately 60 سنتيمتر كيوب. فأنا كده جبت الفاليو بتاعة الفوليوم الأولاني، فالأنسر هتبقى نمبر سي 60 سنتيمتر كيوب. في السؤال ده هنستخدم بقى حاجة من lesson 1 اللي هي ايه؟ بيقول لك an amount of air of a mass 0.2 كيلو جرام، يبقى كده هو مديني مين؟ الماس ب 0.2. تمام.
بعد كده is trapped in a container equipped with a piston، يعني كونتينر مقفول ببستون. ماشي. ومديني الدنستي بتاعت الاير 1.3، يبقى ده الرو 1.3. لحد هنا اقدر اجيب ايه بقى؟ وعلاقة ده بلسن 1؟ انت في لسن 1 خدت الرول ده اللي هو مين؟ أول رول خدناه في المنهج خالص، أو آخر رول خدناه الترم التاني، إن الدانستي ماس أوفر فوليوم. فبما إن أنا عندي هنا الماس ب0.2 وعندي الدانستي 1.3، فأقدر أجيب بقى مين؟ الفوليوم بتاع الجهاز ده اللي هو ال V1. فهتبقى 0.2 divided 1.3 اللي هي 2 over 13. يبقى أنا كده معايا ال V1 تمام من الماس والدنستي. قال لي at 0 degrees Celsius، يبقى لو temperature بالكلفن اللي أقدر أسميها T1 تبقى ب 273 كلفن. تمام. the volume of the trapped air when rising the temperature، يعني عايز الفوليوم الجديد اللي هو ال V2. تمام. of the container 220 degrees Celsius، يبقى كده مديني التمبريتشر الجديدة، أعمل 120 plus 273 اللي هتطلع 393 كلفن. يبقى أنا كده معايا مين؟ معايا ال V1 وال T1 وال T2، فأقدر أجيب مين؟ ال V2. فببساطة هنستخدم الرول بتاعنا V1 divided V2 equals T1 divided T2. ال V1 ب 2 over 13 divided V2 equals T1 273 divided 393. فمن هنا نقدر نحسب مين؟ ال V2. هنعمل cross multiplication، يبقى ده في ده على ده، فال V2 هتطلع 0.22 متر كيوب. وده الفوليوم الجديد، والأنسر هتبقى نمبر D. السؤال ده بيقول لي إيه؟ The opposite figure shows a container which is equipped with two movable pistons trapping amount of gas. يعني ده التو pistons دول وفي هنا جاز بين البستون ده والبستون ده. and connected from inside with a thin wire، وفي thin wire هنا مربوط بينهم هما الاتنين. بعد كده قال لك if the temperature of the gas has increased، يعني هنزود التمبريتشر بتاعة الجاز المحبوس هنا. فطالما التمبريتشر increases يبقى بالتالي الفوليوم increases. طيب هو هنا بقى بيقول لي ايه؟ then the two pistons هيحصل لهم ايه؟ هيتحركوا لإكس ولا هيتحركوا لواي ولا هيفضلوا زي ما هو ولا إجابة صح؟ دلوقتي لو التمبريتشر هنا زادت الفوليوم هيزيد، فلما الفوليوم بقى هيزيد البستون هيروح في أي اتجاه؟ في اتجاه الفوليوم الكبير ولا الفوليوم الصغير؟ أكيد في اتجاه الفوليوم الكبير، لأن الحركة هنا هتبقى أسهل، فهيتحرك ناحية X. فالأنسر هتبقى نمبر A moves أو move towards X. السؤال ده بيقول لي a gas of volume 600 سنتيمتر كيوب، يبقى ده ال V1 600. تمام. at 20 degrees Celsius، يبقى ده التمبريتشر بالكلفن أو T1 تبقى 20 plus 273، فهتبقى 293 كلفن. ده ال T1. بيقول لي هنا how much will its volume be، يعني عايز الفوليوم الجديد اللي هو ال V2 امتى؟ at temperature 60 degrees Celsius at the same pressure. يبقى ال T2 تبقى 60 plus 273، فهتبقى 333 كلفن. فبسهولة V1 divided V2 equals T1 divided T2. هنعوض بالداتا ال V1 اللي هي 600 divided ال V2 اللي احنا عايزينها، وال T1 293 divided 333. فمن هنا نقدر نجيب ال value بتاعت ال V2 cross multiplication ده في ده على ده، فال V2 هتطلع 681.91 سنتيمتر كيوب. ده الفوليوم الجديد، والأنسر هتبقى نمبر A. السؤال ده بيقول لي ايه؟ The volume of quantity of gas is 2 liters، يبقى ده ال V1 equals 2 liters. طيب at temperature 120 degrees Celsius، يبقى T1 بالكلفن 120 plus 272 سوري 273، هتبقى 393 كلفن. طيب يبقى أنا معايا ال V1 وال T1. هو بقى عايز يحسب ايه؟ calculate the change in temperature، فرق التمبريتشر، يعني هو عايز الدلتا T، مش عايز التمبريتشر الجديدة، هو عايز ال change بس. in Kelvin بالكلفن، يعني when its volume decreases from 2 liters to 1 liters، يعني الفوليوم الجديد اللي هو ال V2 ب 1 لتر. at ايه؟ at the same pressure. هنا نسي يكتب at the same pressure. طيب يبقى احنا عايزين الدلتا T. ببساطة هي V1 divided V2
equals T1 divided T2. ال V1 ب2 وال V2 ب1 وال T1 393. فنقدر نجيب من هنا مين؟ ال T2. يبقى من هنا ال T2 هتبقى ده في ده على ده، فالتمبريتشر الجديدة هتطلع 196.5 كلفن. ده التمبريتشر الجديد. احنا بقى عايزين اللي تشينج في التمبريتشر، التغير في التمبريتشر. فكل اللي انا هعمله هعمل ده ماينس ده، التمبريتشر القديمة ماينس التمبريتشر الجديدة. فالدلتا تي هتبقى T2 ماينس T1، أو بمعنى أدق T1 ماينس T2، لأن T1 كان اللي عند temperature أعلى، فبدل ما تبقى T2 ماينس T1 هتبقى T1 ماينس T2، تبقى 393 ماينس 196.5، هتطلع هي 196.5 كلفن. طيب وأنا متأكد من الإجابة دي ليه؟ ودي منطقية أصلا من غير ما نحسب حتى الستيب دي، لأن هو أصلا الفوليوم قل النص، فالتمبريتشر أكيد هيقل النص، فالتي 2 هي الفرق بين التي 1 والتي 2 برضه، فالأنسر هتبقى نمبر سي. السؤال ده بيقول لي إيه؟ quantity of a gas of temperature 17 degrees Celsius، يبقى ده الفاليو بتاعت التي 1، يبقى أعمل 17 plus 273 هتطلع 290 كلفن، ده التمبريتشر الأولاني. it is to increase its temperature by 100 degrees Celsius، يعني زادت بفاليو 100 degree Celsius، يعني بقت 117. يبقى التمبريتشر الجديدة تبقى 117 plus 273. هو قال لي زادت بفاليو 100، مش زادت لبقت 100. يعني لو قال لي increased its temperature to 100 يبقى ده التمبريتشر التانية، لكن هو قال لك ده معدل الزيادة في التمبريتشر، فبالتالي التمبريتشر الجديدة هتبقى 117 plus 273 اللي هتطلع 390. ده كلفن جديد وتمبريتشر جديد. هو بقى عايز يحسب ايه؟ so its volume increased by 2.5، يعني هو هنا مديني الدلتا في اللي تشينج في الفوليوم 2.5. هو بقى عايز يحسب ايه؟ find the volume before heating، يعني عايز يحسب ال V1 بكام. طيب احنا عارفين ان ال V1 divided V2 equals T1 divided T2. طيب انا عندي ال T1 وال T2 ما فيهاش مشكلة، وعندي الدلتا في وعايز ال V1، فبما ان انا عايز ال V1 فهسيبها زي ما هي، وهشيل ال V2 اعوض عنها بقى بايه ال V2، تبقى V1 plus دلتا V. يبقى من هنا نقدر نقول ان V1 divided V1 plus دلتا V equals T1 divided T2. فمن هنا نقدر نحط الداتا، ال V1 احنا عايزينها divided V1 مش عندي plus دلتا V اللي هي 2.5 equal T1 على T2 تبقى 290 divided 390. هو كده كده هتبقى V1 divided V1 plus 2.5 equal 29 divided 39. بعد الكروس multiplication هتبقى 39 V1 equal 29 V1 plus 29 times 2.5 اللي هتطلع 72.5. فمن هنا نقدر نجيب الفاليو بتاعت ال V1، ده يروح الناحية التانية بالماينس، تبقى 39 minus 29 هتبقى 10 V1 equal 72.5. يبقى من هنا ال V1 هتبقى equal مين؟ 72.5 divided 10، فهتطلع 7.25 سنتيمتر كيوب، وده الفوليوم الأساسي اللي احنا جبناه، فالأنسر هتبقى نمبر بي. طب لو احنا عايزين ال V2، ال V2 ببساطة نعوض في الرول ده، هتبقى V1 plus دلتا V اللي هو مديهاني، فهتبقى 7.25 plus 2.25، فاحنا كده جبنا ال V2 لو كان طلبوا مني. السؤال ده بيقول لي ايه؟ An open flask containing air is heated from temperature 15 to 87 degrees Celsius. يبقى انا كده معايا ال T1 وال T2 بالسليزيوس، اقدر احولهم للكلفن. يبقى ال T1 ده plus 273 هتطلع 288 كلفن، وال T2 هيبقى ده plus 273 ب 360 كلفن. يبقى انا كده معايا ال T1 وال T2. طيب هو بقى عايز ايه؟ What is the ratio between the volume of the air that went out، يعني عايز الريشيو بين الفوليوم اللي خرج اللي هو الدلتا في، ومين تاني؟ to the original volume اللي هو ال V1.
احنا عايزين الريشيو دي. That was in the flask when the flask is considering the pressure is constant. يعني احنا عايزين الدلتا في على ال V1 وهو مديني ال T1 وال T2. يبقى بسهولة نعوض V1 divided V2 equals T1 divided T2. طيب احنا عايزين مين اللي يفضل ثابت؟ ال V1، فده هيفضل زي ما هو. طب ال V2 اقدر اشيلها واحط حاجة فيها دلتا V، فبالتالي استخدم الرول ده V1 plus دلتا V. هتبقى V1 على V1 plus دلتا V equals T1 على T2 اللي هي 288 divided 360. فهتطلع بالشكل ده، تبقى V1 على V1 plus دلتا V equal ده على ده هيطلع 4 divided 5. فمن هنا نقدر نعمل cross multiplication. هتبقى 5 V1 equals 4 V1 plus 4 دلتا V. فمن هنا نقدر نودي ال 4 V1 الناحية التانية بالماينس، فهتبقى V1 equals 4 دلتا V. فلو أنا عايز بقى الدلتا V بس هتبقى equal كام؟ V1 divided 4. V1 divided 4. طيب أو بمعنى تاني هتبقى equal 1 over 4 V1، ربع ال V1. طب ربع دي لو أنا عايزها بالبرسنت بقى زي ما هو كاتبها لي هعملها times 100، فهتطلع الأنسر نمبر A 25%. يبقى الريشيو بين الدلتا V للفوليوم الأساسي هي كورتر، ربع، اللي هي 25%. السؤال ده فكرته حلوة بس بسيطة برضه. بيقول لي ايه capillary tube of a length 25 سنتيمتر. يبقى دي الكابيلاري تيوب اللينس بتاعها كله 25 سنتيمتر. تمام، يبقى الحتة دي ب 25 سنتيمتر. تمام. contains amount of air trapped with a mercury column of length 2 سنتيمتر. يبقى اللينس بتاع الميركوري بس اللي هو ال H ده ب 2 سنتيمتر. تمام. وبعد كده قال لك wide the length of the trapped air column 10 سنتيمتر، وده اللي يهمني. الترابد اير بقى الهواء المحبوس ده اللينس بتاعه اللي انا اقدر اسميه L1 ب 10 سنتيمتر. يبقى انا كده معايا ال L1 اللي هو ال V1 يعني ب 10 سنتيمتر، لان اللينس هو الفوليوم لما يكون الاريا كونستانت من الريليشن دي. الفوليوم equal area times length او area times height، فلو ده ثابت يبقى الفوليوم والهايت واحد. يبقى ده ال L1. التمبريتشر قال لك بكام؟ ب 27 degree Celsius. يبقى T1 27 plus 273 تبقى 300 كلفن. calculate the maximum temperature، هو عايز أعلى temperature يعني عايز T2. طيب that can be determined when using the tube as thermometer. يعني دلوقتي اما اسخن عايز اعلى temperature. طب اعلى temperature هيصاحبها اعلى volume. طب اعلى فوليوم التيوب دي تقدر توصل له او الجاز ده يقدر يوصل له هيبقى لحد فين؟ لحد ما الميركوري ده يبقى في الاخر خالص، يعني بالشكل ده. فلما اسخن الليفل بتاع الميركوري ده هيبدأ يطلع من هنا لحد ما يوصل لفوق خالص. هو كده كده اللينس بتاعه قد ايه؟ 2 سنتيمتر، واللينس بتاع التيوب كلها قد ايه؟ 25. يبقى اللينس الجديد بتاع الاير المحبوس ده اللي اقدر اسميه انا دلوقتي L2 هيبقى قد ايه؟ هيبقى 25 اللينس بتاع التيوب ماينس اللينس بتاع الميركوري، اللي هقدر اقول ان هو ب 23 سنتيمتر. يبقى انا كده معايا كمان مين؟ ال L2 ب 23. فبالتالي كده انا معايا التو فوليوم، الفوليوم الاولاني والفوليوم التاني، او اللينس الاولاني واللينس التاني والتمبريتشر الاولانيه، فاقدر اجيب التمبريتشر التانيه باستخدام نفس الرول V1 divided V2 equals T1 divided T2، اللي ممكن اخليها 10 divided 23 equals 300 divided T2. فالT2 هنا هتطلع ازاي؟ cross multiplication، ده في ده على ده، اللي هتطلع 690 كلفن. يبقى انا كده جبت التمبريتشر 690 كلفن، بس في الانسر عايزها بالسليزيوس، فكل اللي انا هعمله الانسر دي minus 273، فهتطلع بعد ما اعمل لها minus 273 417 degree سليزيوس. يبقى دي التمبريتشر اللي اقدر اسخنها علشان اكبر الفوليوم بتاع الترابد اير ده لحد ما اوصله ل 23. فالانسر هتبقى نمبر بي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ amount of air of a volume بالكلام ده. يبقى انا كده عندي ال V1
5460 سنتيمتر كيوب. تمام. التمبريتشر زيرو يبقى كمان عندي T1 273 كلفن trapped in a cylinder with frictionless piston of cross section area 250 سنتيمتر. يبقى ده الهواء المحبوس اللي هو اللون البرتقاني ده وفوقيه بيستون، والبيستون مديني السيرفيس اريا بتاعته 250 سنتيمتر بار 2. تمام. If it was heated till the temperature of the air becomes 100 يبقى التمبريتشر الجديدة أو T2 ب 100 اللي هي 373 كلفن. يبقى أنا سخنته، يبقى أكيد هيبقى ليه فوليوم جديد. تمام. يبقى في الأول كان ليه فوليوم اللي هو البرتقاني ده اللي هو ال V1، وبعد ما سخنته وصل لحد الآخر الفوليوم الأصفر ده اللي هو ال V2. تمام. أنا أقدر أجيب ال V2. حلو. هو بقى عايز يحسب إيه؟ calculate the distance moved by the piston to keep the pressure constant. يعني هو عايز المسافة اللي اتحركها البستون اللي هي ال distance دي اللي هنسميها h. طيب واحدة واحدة. أنا لما أجيب ال V2 وأنا عندي ال V1 يبقى أقدر أجيب مين؟ الدلتا V، الفرق اللي بينهم. تمام. ولو أنا جبت الدلتا V في التراينجل ده وأنا عندي الاريا أقدر أجيب مين؟ الهايت اللي طلعوا بس. يبقى لما أجيب الدلتا V أعملها divided الاريا أقدر أجيب الهايت. واحدة واحدة بقى. تعالى نجيب ال V2 الأول. هتبقى V1 divided V2 equals T1 divided T2. يبقى من هنا ال V1 4560 divided V2 equal 273 divided 373. فال V2 هتطلع cross multiplication ده في ده على ده، هتبقى 7460 سنتيمتر كيوب. يبقى ده الفوليوم الكبير كله اللي هو ال V2 من أول هنا لحد الآخر. طيب ده ال V2. احنا معانا برضو مين؟ ال V1. فاحنا عايزين بقى نجيب الفرق ما بينهم اللي هو الجزء ده اللي احنا بنسميه دلتا V. فبالتالي دلتا V علشان هتتجاب يبقى ال V2 minus ال V1 هتطلع ب 2000 سنتيمتر كيوب. تمام. يبقى أنا كده معايا الفوليوم اللي هو الدلتا V ومعايا السيرفيس اريا، فأقدر أجيب بقى مين؟ الهايت اللي هيتحرك ده بس. يبقى لو أنا عايز الهايت هيبقى الدلتا V over الاريا. الدلتا V ب 2000 divided 250. فلو احنا عايزين ال H هتطلع 2000 divided 250 هتبقى 8 سنتيمتر. وده الديستانس اللي هيتحركها البستون، والأنسر هتبقى نمبر 8. بصوا بقى يا شباب، السؤال ده عشان طالب فيه حاجة جديدة. طيب ايه هي؟ هو بيقول لك هنا جاز of volume 50 سنتيمتر كيوب، يبقى ده ال V1 ب 50. تمام. at 117 degrees Celsius يبقى ده ال T1 بس بالسليزيوس، عشان كده بكتبها T small degrees Celsius. طيب becomes of a volume 35 سنتيمتر كيوب، يبقى ده ال V2 ب 35. at temperature قد ايه؟ 273 كلفن. يبقى لو انا عايزها بالسليزيوس هتبقى 273 minus 273 هتطلع T2 ب 0 degree Celsius. طب يا مستر انت ليه اصلا شغال بالسليزيوس ما احنا بنشتغل بالكلفن؟ هقول لك ليه. علشان هنا عايز يحسب ايه؟ calculate the volume expansion coefficient اللي هو الالفا V. يبقى لازم علشان نحسب الالفا في لازم نستخدم التمبريتشر بالسليزيوس، واصلا الالفا في كده كده هتطلع 1 divided 273 كلفن نيجاتيف 1، لان ده رقم ثابت، لان كل الجازز بتتمدد بنفس الفاليو دي. حلو جدا. يبقى ده الفاليو بتاعت مين؟ الالفا في. طيب دي هتتحسب ازاي؟ في طريقتين لحساب الالفا في. الطريقه الاولى لو تمبريتشر من التمبريتشر كانت زيرو، ولو عندي T1 و T2 مختلفين. طيب بمعنى ايه؟ لو انا عندي T1 و T2 مختلفين بستخدم الرول ده. تمام. لكن لو عندي التمبريتشر بزيرو بستخدم الرول انهي؟ الرول اللي انا كنت بشرحه في ورق الشرح اللي هو الالفا في equals دلتا في على V1 T1. طيب يبقى تاني الالفا في دي ليها طريقتين، يا اما يكون عندها temperature بالزيرو ساعتها بستخدم الرول ده، لكن لو ما فيهاش temperature بالزيرو بستخدم الرول ده. طب انا عندي هنا temperature بالزيرو فاستخدم الرول الاصلي بتاعنا اللي هو الالفا في اللي انا كنت بقوله في الشرح، الفا في equal دلتا في على في 1 تي 1.
طيب مين الدلتا في ده؟ الدلتا في ده اللي هو V2 minus V1 على V1 T1. خد بالك بقى لما ابتدي اعوض ال V2 دي الفوليوم الجديد، الفوليوم الكبير اللي هي تبقى 50، وال V1 هي اللي هتبقى ب 35، فانا هبدل بس الارقام بتاعتهم. فال V دي هتبقى V2 ودي هتبقى ال V1. نعوض بقى بالداتا، فال V2 اللي هي 50 minus ال V1 اللي هي 35 على ال V1 اللي هي 35 times ال T1 اللي هي 117. يبقى لما نحط الكلام ده كله على الكالكليتر الانسر هتطلع 1 divided to 173 كلفن نيجاتيف 1. يبقى احنا كده حسبنا الفوليوم اكسبانشن coefficient او الالفا في، والانسر هتبقى نمبر دي. يبقى تاني، الالفا في بتستخدم القانون ده لو احنا عندنا temperature من التمبريتشر زيرو سليزيوس، لكن لو مفيش temperature بالزيرو زي ما هنشوف في الاكزامبل اللي جاي هنستخدم الرول ده. ركز بقى معايا في السؤال ده عشان السؤال ده فيه فكرة من الدرس اللي قبليه من بويلز لو. هنا بيقول لي a gas of volume 60 سنتيمتر كيوب، فده اقدر اسميه V1 ب 60 سنتيمتر كيوب. التمبريتشر 300 كلفن اللي هي T1 اقدر اقول عليها ب 27 degree Celsius. هنعمل 273 او 300 minus 273. يبقى انا بجيب التمبريتشر بالسليزيوس ليه؟ عشان احنا عايزين في الاخر الفوليوم اكسبانشن coefficient. طيب البريشر كان كام؟ 1 atm، يبقى ال P1 ب 1. طيب بعد كده قال لك its volume becomes 346.4 سنتيمتر كيوب، فده الفوليوم الجديد. تمام، يبقى 36.4 سنتيمتر كيوب. التمبريتشر كانت بكام؟ زيرو، فالتي 2 هنا بزيرو ديجري سليزيوس. طالما التمبريتشر بزيرو يبقى هجيب الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت من اي رول؟ من الرول ده، الالفا في تبقى V2 minus V1 على V1 T1. تمام. تمام، يبقى انا كده عرفت هستخدم الرول ده اللي انا قلته في الشرح علشان التمبريتشر بالزيرو. بس هنا بقى في مشكلة، قال لك التمبريتشر الجديدة والفوليوم الجديد ده كان عند بريشر 1.5، يعني البريشر الجديد ب 1.5. احنا لازم الاكسبيرمنت او الدرس بتاعنا ده لازم at constant pressure، بس البريشر هنا اتغير، زاد مرة ونص. تمام، فبالتالي مش هينفع نستخدم الرول بتاع الالفا في بالشكل ده، لازم نغير الفوليوم التاني يكون عند pressure 1.1 atm بالظبط. يعني ايه الكلام ده؟ طيب احنا عارفين ان من الحصة اللي فاتت P1 V1 equals P2 V2. تمام، احنا عندنا البريشر اللي عايزين نغيره البريشر ده والفوليوم ده، يبقى هنا 1.5 times V2 اللي هي 36.4 equal البريشر احنا عايزينه بكام؟ ب 1 atm times ال V2. يبقى من هنا ال V2 هنعمل cross times ده times ده، هتطلع 54.6 سنتيمتر كيوب. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان الفوليوم هيطلع بالشكل ده لما يكون البريشر ب 1. يبقى احنا كده ممكن نغير الداتا بتاعتنا، ال V2 ده مش هيبقى كده، هيبقى بالفاليو الجديدة اللي احنا حولناها للبريشر ب 1 اللي هي 40 54.6. البريشر بدل ما كان 1.5 بقى كام؟ 1، انا رجعته لاصله ب 1. يبقى كده البريشر بقى كونستانت، فساعتها اقدر اقول ان ده V1 وده V2، ده T1 وده T2، وساعتها اقدر استخدم بقى الالفا في. تمام. تمام. طيب عشان نستخدم الالفا في ال V2 لازم تكون الكبيرة. طيب هنا ال V2 الصغيرة، فكل اللي انا هعمله هبدل الفاليو بتاعت الفوليوم، فبدل ما دي هتبقى V1 و V2 هتبقى العكس، دي V2 ودي V1. ونفس الكلام للتمبريتشر، كده كده التمبريتشر مش فارقة لأن أنا مش هضرب في التمبريتشر الزيرو، أنا هضرب في التمبريتشر دي. فلو احنا بقى عايزين نحسب الألفا في هتبقى دلتا في اللي هي V2 60 minus 47 54.6 divided الفوليوم الأساسي اللي هو 54.6 times التمبريتشر اللي هي 27. هنكتب الكلام ده على الكالكليتر الأنسر هتطلع 1 divided 273 كلفن نيجاتيف 1. وانا كده جبت الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت والانسر هتبقى نمبر سي. فناخد بالنا ان احنا لازم البريشر يبقى ايكوال، فعشان البريشر يبقى ايكوال انا غيرت الفوليوم القديم بفوليوم جديد عند بريشر P1.
دلوقتي بقى وصلنا لآخر سؤال عندنا في الشيتس، وده نمبر 29. بيقول لي if the length of the trapped air column in the capillary tube of uniform cross section. طالما اليونيفورم كروس سكشن يبقى الفوليوم هو الهايت. طيب الهايت بكام؟ 50 سنتيمتر، يبقى اقدر اقول ان ده ال V1 ب 50 سنتيمتر او ال L1 مش فارقة يعني. التمبريتشر كانت بكام؟ ب 27. طب دي هسيبها بالسليزيوس ولا احولها للكلفن؟ على حسب هو عايز ايه، وعايز الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت، فهسيبها بالسليزيوس. يبقى T1 equals 27 degree Celsius. بعد كده قال لك when the temperature is raised to 99، يبقى ده التمبريتشر الجديد ب 99 degree Celsius. The length of the air column became 62، يبقى ده ال V2 equal 62 centimeters. هو عايز يحسب الفوليوم expansion coefficient اللي هو الألفا V. طيب ده هستخدم بقى فيه أي رول. هل هنا التمبريتشر بزيرو؟ لا، فمش هستخدم الرول ده اللي هو دلتا في V1 T1، ولا استخدم أي رول الرول ده. فهنا بقى يبتدي نستخدم الرول ده لأن مفيش temperature هنا بزيرو. تعالى بقى نعوض بالرول ده. يبقى هنا V1 divided V2 equals alpha V T1 plus 1 divided alpha V T2 plus 1. ال V1 اللي هي 50 divided ال V2 اللي هي ب 62 equals الالفا V اللي احنا عايزينها ال T2 اللي هي ب 27 alpha V plus 1 divided 99 alpha V plus 1. هنعمل cross multiplication، ده في ده وده في الاتنين دول، تبقى 50 times 99 هتطلع 4950 alpha V plus 50 times 1 ب 50 equals 62 times الرقم ده هتطلع 1674 alpha V plus 1 اللي هي 62 يعني. يبقى هنا هنودي ده الناحية التانية بالماينس وده الناحية التانية بالماينس، فده ماينس ده هتطلع تبقى 3276 alpha V equals 62 minus 50 اللي هي ب 12. يبقى من هنا نقدر نجيب الفاليو بتاعت الالفا V، هتبقى 12 divided الرقم ده اللي هتطلع 1 divided 273 كلفن نيجاتيف 1. فأنا كده جبت برضو الفاليو بتاعت الالفا V أو الفوليوم اكسبانشن coefficient، والأنسر هتبقى نمبر A. وكده احنا خلصنا الأسئلة بتاعت تشارلز لو، وكده أشوفك على خير. الدرس اللي جاي إن شاء الله آخر درس في المنهج هو الجاس بريشر.